مريوش الوحش. مريوش الوحش. الله يرحمك يا قريتنا. موجة اللي حصل يعني القرية ناقصة علينا هذول الوحوش المتوحشين، ما يكفيناش الوحش هذا اللي بخلقة 24 ساعة. اللي أقول يا عاشور يعني وحش معه أظافر، معه أسنان، معه وحش أكيد. لا فندم بيلم أنا الصراحة قسمت عنه حاجات كثير، إنه سنخ وإنه أفط وراسي يابس وما يعرف يمه. يا عصفور ما بش عندك معلومات متى بيوصل الوحش هذا؟ قال يا فندم وسيم شو صار القرية حتى بكرة بعد الظهر. لا بكرة بعد الظهر ما جيت في السرعة هذه إلا هو مفترس قاوع. مالك يا فندم خايف؟ من خايفه خلق خايفه فبني من البراجيم وضابط الضبابط خايف من ايش؟ زعم اول وحش نمسكه ولا اخر الوحوش. تبقى مشكلة وحوش. الحوش حقي عندي بالبيت مليان حيوانات مفترسة، ضفادع، فلاحس، اسمه سلاحف، علازق، العلزقة هذه. اني اخاف. هلا قلت لي عشور ما تسجل الوحش بكرة بعد الظهر. وسيم عساكر بكرة تبلغ كل افراد الامن حقنا وتعلنوا لي حالة طوارئ بالقرية. استعداد لاستقبال الوحش. حمام اليمين انزل الجماعة انزل استعد السارع على منتم هلك يا رجالة. لا اليوم هتلر جماعته معهم عرض عسكري و5 عسكر وشغالين قرية. كأنها اليوم العيد الوطني واحنا مش دارين. ظاهر الفندم بيرم سمع عن مريوش الوحش واتى يوطي له استقبال رسمي. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم بيرم انت وعسل حقك اشربوا شاي. لا شكرا تغدينا وشربنا شاي، بس قلنا اليوم نجي نوطي استقبال اسمه لا ضيوف الشيخ ابو دبشه رفيق دربي ونضالي سابقا، واستقبال يليق باسمه هذا الشيء اسمه الوحش يعني. وبهذا المناسبة يا جماعة استأذن الفندم بيرم، أنا نظمت أمس الليلة بيتين من الشعر، اسمح لي يا فندم بيرم. وإن استأذن أرحم الراحمين يشرحك من جسده. لهالوقت بيت شعر لا تديري لا بيت ولا شقة ولا مطبخ ولا حمام. عسى نظم لي بيتين شعر، نظم لي وجهك لا مداري نخرك من عيونك من أذانك. بس أقول لك وحش قاعد أقول لكم غنمة كم بقرة كم هذا كم مفترس. قال لي بيتين شعر